فضائح الجزائر تتواصل وملعب عنابة يغرق ويتحول إلى مسبح. تم نشر صور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أرضية ملعب 19 من ماي 1956 في مدينة عنابة الجزائرية، وهي تشبه إلى حد كبير حمام السباحة نتيجة غمر أرض الملعب بفعل الأمطار. وكان ملعب عنابة من بين الملاعب المأمول أن تستضيف كأس إفريقيا 2025، والذي انسحبت الجزائر من التنافس على استضافتها بسبب ضعف ملفها في عدة جوانب. وتعاني الجزائر من مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالملاعب والبنية التحتية لكرة القدم، وهو الأمر الذي أكده المدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي في عدة تصريحات إعلامية منذ سنوات، وآخرها في معسكر المنتخب لمواجهة منتخب الصومال، حيث انتقد بشدة أرضية ملعب براقي الذي تم افتتاحه مؤخرا، وقال بأن أرضيته لا تصلح للاعب كرة القدم. فما رأيكم بخصوص المهازل المتتالية التي تعرفها الملاعب الجزائرية، خصوصا وأنها تأتي مباشرة بعد الاستعراض والتحشيد الإعلامي من الجزائر ضد الكاف والمغرب، باعتبار أن هذا الأخير لا يستحق الفوز بتنظيم كأس إفريقيا 2025؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.